كلنا بنسمع الجملة دي: أنا مستعد أموت عشان بيتي وعيالي. جملة فيها جدعنة وشهامة، بس في سؤال أصعب بكثير من كده: هل مستعد تعيش عشان بيتك وعيالك؟ هل عندك استعداد تنزل تتمرن عشانهم؟ هل عندك استعداد تظبط نومك وتبطل سجاير وتاكل أكل صحي عشانهم؟ اختيار إنك أنت تنزل كل يوم وتتحرك وتهتم بنفسك عشان أسرتك، ده الاختيار الصعب. تربينا في ثقافتنا إن الراجل لازم يشيل الشيلة طول الوقت، يفضل شايل الشيلة لحد ما يقع من طوله. مش بنقلل باللي بيعمل الشخص، الحقيقة إن صحتك مش ليك لوحدك، صحتك لبيتك ولأولادك ولأحفادك ولنفسك قبل كل شيء، عشان لما تكبر في السن يلاقوك واقف جنبهم محقق أحلامك أنت قبل كل شيء، وهم كمان يتطلعوا ليك ويعرفوا يحققوا أحلامهم. ما تتمناش تموت عشانهم، ولكن اتمنى انك تعيش عيشة حلوة وصحية عشانهم. انا ما اعتقد ده اختيار امثل من ان انا اقول اروح اموت عشانهم.